النهارده والله من اسعد ايامنا والله فعلا تجمع اهالينا، والواحد بقى سعيد جدا في وسط اهله. اتشرفت والله بيكم النهارده، بشكركم والله فرد فرد، تشرفتونا ونورتونا. طبعا النهارده بالنسبه لنا ده يوم عيد. عايز اقول رساله بس سريعه. احنا بنصلي كلنا كتف في كتف بعض. هي بلدنا الفتره دي محتاجه ان احنا فعلا كلنا نبقى كتفنا في كتف بعض، لان دي اصعب فتره ممكن بنمر بيها، اصعب من فترات عدت. المره دي لا، اصعب من اي فتره تانية. محتاجين الفتره اللي جايه كلنا فعلا، الفتره اللي جايه دي لازم نبقى في ظهر القياده الحكيمه سياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. في ازمات، في ازمات كتير جدا، كلنا معترفين ان في ازمات، ولكن العالم كله بيمر بيها، مش عندنا بس. ده احنا الحمد لله بفضل ونعمه ربنا على الامان. فالفتره دي لازم كلنا نبقى كتفنا في كتف بعض عشان نعدي ان شاء الله بر الامان. في قياده حكيمه بتبني، فاحنا عايزين كلنا نساعده على البناء. فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا بنقول له من منشيه عبد الرحمن مركز دكيرنس دهليه، احنا كلنا هنبقى في ظهرك عشان نعدي المراحل الصعبه ان شاء الله باذن الله، تعدي على مصر كلها. انا حابب اشكر اللي هو طارق، ساب اثر كبير جدا 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 في الدقهليه وشعله نشاط اكيد كلكم حاسين بيها. احنا عندنا هنا يمكن مشكله في الطريق، انا كلمت حضرتك عليها لو حضرتك فاكر قبل العيد. وعلى فكره انا كلمت معاه اللي هو يوم جمعه وكان شغال يوم جمعه، وكانت مفاجاه بالنسبه لي. يعني انا بقول له انا بكلم حضرتك يوم جمعه بعد الصلاه، انا عارف ان ده توقيت اجازه. قال لي لا، ده انا في الشغل وفي المكتب اهوت. وعمل تليفونات وبعدها بشويه قال لي ان شاء الله باذن الله الطريق هيترصف في السنه دي ان شاء الله، بفضل طبعا معالي اللواء اللي احنا بنشكره يعني. فانا بشكر حضرتك النهارده، تشريف حضرتك لينا يعني والله، وبشكر كل الساده النواب والنائبات اللي شرفونا ونورتونا والله النهارده في وسط اهاليكم. وان شاء الله دايما متجمعين يا رب، دايما في الخير وسعاده يا رب، ودايما ظهرنا في ظهر بعض، في ظهر القياده الحكيمه فخامه الرئيس. ان شاء الله هنبقى مصر قد الدنيا، وان شاء الله كلنا نبقى فخورين ان احنا من احسن الدول، مش بس في الشرق الاوسط، ان شاء الله في العالم ان شاء الله باذن الله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.